السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ آه ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ في طريقة عمل مهندس المشتريات. هو بيشتغل ازاي او ايه المطلوب منه؟ احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الجوب ديسكريبشن بتاع مهندس المشتريات. فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن التفاصيل اللي بيعملها بقى مهندس المشتريات. ولو في حاجة إن شاء الله بعد كده ما قلناهاش نقدر بإذن الله إن احنا نقولها بعد كده. نبدأ بسم الله. بص يا سيدي، ملخص سريع كده هنتكلم فيه لبداية أي مشروع علشان ما تتعبش نفسك كمهندس مشتريات. لازم أول حاجة يبقى معاك مستندات المشروع اللي هي الباكج بتاعة المشروع، وهي في الغالب بتبقى عبارة عن إيه؟ أول حاجة عقد المشروع اللي هو الكونتراكت. لو أنت مقاول هيبقى مكتوب مع الأونر. لو أنت كونسلتنت هيبقى مكتوب مع المقاول أو الأونر. هنشوف وضعيتك إيه بالظبط، بس أنا دلوقتي هتكلم إن أنت شغال دلوقتي مع مقاول. فأول حاجة العقد اللي هو الكونتراكت. تاني حاجة مقايسة المشروع اللي هي البي او كيو اللي هي البيل اوف كوانتيتي. تالت حاجة المواصفات الفنية اللي هي السبيسيفيكيشن. رابع حاجة اللي هو لوحات التندرنج اللي هي الشوب دروينج المعتمدة. تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ بص يا هندسة، انت هتقرا عقد المشروع ليه؟ من باب العلم فقط، لان اغلب المعلومات اللي فيه بتخص مهندس البلاننج ومهندس الكوست كنترول، لكن انت بتقراه عشان تعرف حقوقك كمقاول ليس الا. طيب بالنسبه للمقايسه دي بقى يا سيدي اهم حاجه انت هتحتاجها. بتقرا المقايسه كلها بالتفصيل وتطلع منها اول حاجه البنود اللي تخصك كتوريدات فقط، وتعمل حاجه اسمها ماتيريال ليست. لستة كده لطيفة بكل الماتيريال اللي انت هتحتاجها في المشروع ده. بعد ما تخلص الماتيريال ليست كلها هتبعت الماتيريال ليست دي لقسم البلاننج عندك، وهتقول له والله انا عايز حضرتك تحط لي التواريخ. خد ظبطها وحط لي التواريخ بتاعه كل آه، كل ماتيريال فيهم هنحتاجها امتى في المشروع. ماشي. وعلى اساسها انت هتشتغل بقى ان انت تحط التواريخ. والله احنا عايزين نعتمد الماتيريال دي في قد ايه. طبعا هي بتاخد مثلا نقول ماكسيموم 3 شهور، وبعد الاعتماد طبعا انت على ما تكلم السبلاير بتوعك وتجيب منهم كوتيشن، وبعد ما تجيب كوتيشن بتاخد السبميتال بتاعهم وتروح تعتمده من الاستشاري، وبعد ما يابروفد عليه بتبدأ بقى تبروسيد في الموضوع بعد كده. فزي ما قلنا قسم البلاننج هو اللي بيحط لك التواريخ، وحضرتك بتحط التواريخ وبتبدأ البروسيس بتاعتك اللي انت ماشي فيها طول المشروع، وتطلع حاجة اسمها procurement plan، خطة المشتريات بتاعة المشروع. طبعا انت طلعت الماتيريال ليست، البلاننج حط التواريخ بتاعته، طلعت البريكيرمنت بلان اللي حضرتك هتشتغل عليها. البريكيرمنت بلان وارد جدا ان يحصل فيها تعديلات، وارد جدا ان يحصل في الشغل وانت ماشي يحصل لاج، تحصل مثلا اجازات، تحصل مش عارف ايه. فانت لازم تبقى عامل حسابك في كل ده. بعد كده هتقسم المواد، سوري، هتقسم البنود آه بحاجة اسمها work package. كل بند ليه فولدر لوحده كده، في مقايسته والمواصفات بتاعته، ولو في الشوب دروينج الرسومات بتاعته. وكل بند لوحده، بند طبعا التشطيبات لوحده وده ليه حاجات كتير، بند التنفيذ لوحده وده ليه حاجات كتير، بند الام اي بي لوحده لو انت ماسك كل ده، بند الام اي بي لوحده وده ليه ثلاث اجزاء زي البلامينج والالكتريكال والميكانيكا. فكل حاجة طبعا في كل فولدر جواه كذا فولدر تاني علشان
البند لو انت هتمسك البند لوحده كعمارة او سوري او كتشطيبات لوحده، ده في كذا حاجة تحتيه، يندرج تحتيه آلاف الماتيريال. تمام. وطبعا كل ده على حسب العقد بتاعك، وعلى حسب الباكج اللي حضرتك مطلع عليها، وعلى حسب البلاننج هو حط لك التواريخ ايه، وعلى حسب طبعا الماتيريال ليست اللي حضرتك عملتها طبعا في الاول. بعد كده هتبدأ تبعت الار اف كيو. الار اف كيو اللي هي ريكويست فور كوتيشن، علشان خاطر تقول للناس انا طالب منكم طلب عرض سعر. آه، وطبعا بترجع لحاجه اسمها الفيندور ليست اللي عندك. طبعا مع الباكج المفروض بيجي لك فيندور ليست. والله انا طلبت دهانات، فالدهانات دي انا عايزها مثلا من جوتن، او عايزها من سكيب ولا سي ام بي، وات ايفر اي واحده فيهم او ما يماثلها. فحضرتك بتبدا تبعت للكونتاكت الاول اللي في الفيندور ليست، او السبلاير اللي في الفيندور ليست، وبعد كده بتبدا تشوف ما يماثلها ناس تانية، بحيث يبقى انت عندك موردين لكل بند في المشروع. وتبدأ تبعت الطلب بتاع عرض السعر اللي هو الار اف كيو، علشان خاطر الناس تبدأ تبعت لك. بعد كده هتعمل، اما تجيلك عروض الاسعار اللي هي الكوتيشنز، بتبدأ تعمل كومباريسون. الكومباريسون دي عبارة عن شيت بتكتب فيه الاسعار اللي اتبعتت لك بناء على البادجت. بتكتب فيه البند بتاع المقايسة، المنطوق بتاع البند نفسه فيه ايه. واقل عدد موردين لازم تجيبه علشان تعرف تعمل المقايسة صح، لازم يكون ثلاثة، مش اقل من ثلاثة. اكتر ماشي، لكن اقل من ثلاثة لا، او يزيد عن كده طبعا. وتعمل حاجة اسمها كومباريزون شيت زي ما احنا قلنا. ودي مقارنة، بتبقى مقارنة تكنيكال بين العروض اللي جات لك وبين المواصفات، البند اللي في السبيكس، اللي هي في المواصفة الخاصة بالمشروع بتاعك. بعد كده بتختار مورد، بتختار ثلاث موردين او اتنين، من حيث انه يكون مقبول بالنسبة لك. طبعا بيكون مقبول بالنسبة لك بناء على ايه؟ بيكون مقبول بالنسبة لك فنيا. فنيا اللي هو بناء على السبيكس، والله انا طالب فيها كذا وكذا وكذا، فالراجل ده هيوفر لي كذا وكذا وكذا، وعليهم حاجات زيادة، انا ما عنديش مشكلة. وبناء على السعر المناسب ليك، واقل من سعر البند في المقايسه. طبعا حضرتك البي او كيو بتبقى معاك، البيل اوف كوانتيتي بتبقى معاك، وهم كده كده بيبقوا حاطين سعر للبند كامل. فبعد ما بيتعمل بريك داون انت بتعرف سعر الماتيريال بيطلع لك كام. فالاسعار اللي بتجيلك في الغالب لازم تبقى اقل من سعر المقايسه، وتكون عامل مكسب كويس من البند نفسه. بعد ما بتختار الموردين من مقارنة الأسعار، تعمل حاجة اسمها ماتيريال سبميتال. بتقول للمورد ده، بتكلمه انت واقع عليك الاختيار دلوقتي، احنا عايزينك تبعت لنا عينة من الماتيريال بتاعتك علشان اعتمدها. وبتعتمد المورد طبعا الاول بناء على السبيكس بتاعته، او البري كواليفيكيشن بتاعه، سابقه الاعمال والاوراق بتاعته والسجل والبطاقه والكلام ده. بعد كده بتعتمد الماتيريال بتاعته، يعني المورد بتعتمده بخاماته من الاستشاري بتاع المشروع. بتبعت ليه العينات والكتالوجات وسابقة الأعمال بتاعة المورد واعتماداته في المشاريع السابقة اللي هو عملها. وبعد كده يجي لك رد الاستشاري، سواء ان هو اعتمد الراجل ده، سوري، اعتمد المورد ده او رفضه. وبتكون قطعت نص الشوط تقريبا، يعني قطعت شوط كبير قوي. انت جبت الناس وجبت الماتيريال وجبت عروض الاسعار وبتاع، وكمان اعتمدت لهم الماتيريال. طب وبعد كده ايه اللي المفروض يحصل؟ هنستنى بقى المشروع يتبعت لك حاجة اسمها بي ار، او برشيز ريكويست، او طلب شراء للبند المعين اللي محتاجينه. وبتجيلك البند، توصيفه طبعا بناء على السبيكس، واسم ساعات بيجي لك اسم مورد معين بعينه،
وبيجي لك كمياته، وانت بناء عليه بتعمل مقارنة اسعار تاني، بتطلب من الموردين اللي انت وقع عليهم الاختيار اسعار تاني، وبتعمل مقارنة اسعار تاني بس مع الموردين اللي تم اعتمادهم خلاص. تمام. وبعد كده بعد اما تعتمد المقارنة بتطلع امر التوريد اللي هو البورشيز اوردر اللي هو البي او، بعد ما بتكون اتفقت مع المورد على طريقة السداد وطريقة نقل الخامات. لو اتفقت مع المورد على دفعة مقدمة بتعمل حاجة اسمها payment request اللي هو طلب دفع، بتقدمه للحسابات علشان الحسابات تكون محضرة الفلوس. انت اتفقت والله مع المورد ان هتدفع له دفعة مقدمة بنسبة 10% مثلا، وال10% دي هيجي ياخدها مثلا بعد اسبوعين. فطبعا انت بعد ما بتعمل عقد معاه فبتقدم للحسابات البيمنت ريكويست دي، وبتقول لهم الراجل ده جاي بعد اسبوعين عايز الفلوس دي تتحضر عشان يبدأ يورد لنا، عشان يطلعوا الدفعة المقدمة زي ما احنا قلنا. والراجل يبدأ في تصنيع ويورد، وبعد ما يورد يسلم فاتورته وياخد باقي فلوسه، وهكذا. طبعا حضرتك بتتابع كل البروسيس دي. بعد كده بتعمل للمورد حاجة اسمها سبلاير ايفالويشن، تقييم للسبلاير ده. والله الراجل ده التزم بميعاده، والله الراجل ده الماتيريال بتاعته كويسه وجت بناء على المواصفات، وما ما غشنيش فيها او ما لعبش في السبيكس بتاعت الماتيريال، وملتزم بالمواعيد بتاعته، اسعاره كويسه و المفروض دي بتبقى في البروسيجر الخاصه بالشركه بتاعتكم، في حاجه اسمها سبلاير ايفالويشن. وده بيكون تقييم للمورد زي ما احنا قلنا عشان تعرف هتكمل معاه في المشاريع التانية الجاية ولا خلاص كده تجربة وعدت ومش هتتكرر. ده باختصار طريقة شغل البريكيرمنت انجينير او مهندس المشتريات في اي مشروع. هي بتبقى عبارة عن بروسيس حضرتك بتمشي عليها وبتطبقها في ايا كان المشروع ايه، ايا كان الشركة اللي انت شغال فيها، سواء مقاولات، سواء تطوير عقاري، سواء فود اند بافريج اللي هي الشركات الغذائية، شركات بترول، whatever. اي فيلد من الشركات تقدر تشتغل فيه طالما ماشي على البروسيس الصحيحة اللي بنمشي بيها. في شوية تفاصيل تانية إن شاء الله بإذن الله هنبقى نتكلم عليها. أنا مش عايزة أطول عليكم عن كده. أتمنى تكونوا استفدتوا ويا ريت لو في أي حاجة حد حابب يناقشني فيها، أنا تحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.